قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. عاجل عدد ضحايا زلزال تركيا في ارتفاع. قتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر الاثنين جنوب تركيا، الأمر الذي دفع بالسلطات التركية إلى رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية. وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن الزلزال كان بقوة 7.4 درجات وضرب فجر الاثنين ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا على عمق 7 كيلومترات، في حين أفاد المعهد الأمريكي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات واستمر في كهرمان مرعش لنحو دقيقة وتسبب في تدمير عدد كبير من المباني. وأفاد مسؤولون أتراك أن آخر حصيلة محدثة للزلزال الذي داهم عددا من المناطق في البلاد بلغت 1762 قتيلا و12068 بين جرحى ومعطوبين. ووفق معطيات محدثة أيضا بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا اليوم 1060 قتيلا. وقال رئيس مرصد الزلازل في تركيا إن هذا الزلزال هو الأكبر منذ زلزال غشت 1999 الذي تسبب في مقتل 17,000 شخص، بينهم 1000 في إسطنبول. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين وإزالة آثار الدمار. وعبرت كذلك أنهم بحاجة لمساعدة دولية. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر.